جينا النهارده اسكندريه مخصوص علشان نجرب بقالي وهل هو يستحق السفر من طنطا لحد اسكندريه ولا لا. يلا بينا نشوف. ده سندوتش بسطرمه 28 جنيه. نقول بسم الله. ده سندوتش البسطرمه، بصراحه السندوتش كويس وطعمه كويس يعني، الحمد لله. ده سندوتش البلو بيف. نقول بسم الله. وسندوتش البلو بيف برضو كويس، مفيش منه اي حاجه. ده سندوتش ميكس جبن معمول جريل. نقول بسم الله. سندوتش ميكس الجبن بصراحه عجبني، وفي الجبنه فيه جبنه مخدومه، ويعني كجوده جبنه انا بشكر جدا في جوده الجبنه دي بصراحه. يعني يعتبر بسطرمه يعتبر هو احسن واحد لحد دلوقتي عجبني. ده السجق. نقول بسم الله. هو انا ماليش في السجق الاسكندراني قوي، بس هو السجق ده في طعم غريب، السجق الاسكندراني في طعم غريب شويه، انا مش حابه، فانا ما اكلتوش قبل كده، فمش هقدر احكم على السندوتش ده، فنعتبر السندوتش ما جاش. ده سندوتش لحمه بصل. نقول بسم الله كده. بص احنا نقطه من هنا كده عشان نعرف ايه. نقول بسم الله. ولا عشان ابقى صريح معاك، هو السندوتش طعمه جميل، ويعني جميل جدا بصراحه، عجبني قوي. بس عشان يبقى عندنا خلفيه اللحمه غاليه والدنيا دي، فاللحمه هنا يعني ايه، السندوتش عباره عن 6 قطع، 6 قطع صغيرين، بس هو كتتبيله وشويه بصل بصراحه محترمين. ندخل بقى على ايه، هرمون السعاده. نبقى ناكل ده بقى، المفروض اطير في الجو. نقسم كده عشان نعرف نجيبه من جوه قوي. ده شكله مليان شوكولاته. نقول بسم الله. ده هيبقى كويس قوي الناس اللي بتحب السكريات، بس احلى حاجه هنا بقى ان السكر مش عالي قوي. ده يعني انا حاسس طعم الحاجه والدنيا كويسه. ده عباره عن عن بسكوت مطحون ونوتيلا وكريمه. بس بصراحه السندوتش جميل، قد للتجربه ديت 8 من 10. ويعني بصراحه ربنا الاكل يعني، ان انا جيت لحد هنا انا مبسوط من التجربه، وبشكر بقالي ان شاء الله عليها. ويشوف لنا موضوع السجق ده عشان مش جاي معايا. ماشي. وهتلاقي الاسعار في اول كومنت في الفيديوهات. مع السلامه.